مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكون في احسن حال وتم صحة. الزيتون واسرار تخليل الزيتون. هعمل لكم شوية زيتون معتمداها طول السنين اللي فاتت بتكات وصفات دندونة. هتاكلوا الزيتون عمركم في حياتكم ما هتنسوا طعمه جميل. يلا بينا نروح نشتري الزيتون ونغسله كويس جدا ونشوف بيتعمل ازاي. هو ده الموسم بتاعه وما شاء الله تبارك الرحمن بيقعد من السنة للسنة وبتبقى فيه القرشة الجميلة الحلوة ديت. بس ما تنسونيش بالدعوة الحلوة واللايك والشير، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش يلا بسرعة اشتركوا علشان الجديد دايما عندي. ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل الحلو. ويلا بينا نشوف بيتعمل ازاي تخليل الزيتون وهيقعد عندك للمرة التانية من السنة للسنة. يلا بينا على الطريقة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا دلوقتي هقول لكم مقادير الزيتون التفاحي بتاعنا اللي بيقعد من السنة للسنة. احنا طبعا هنخزنه ان شاء الله لشهر رمضان الكريم وهناكل منه يعني اللي بعد رمضان ان شاء الله. بتجيبي الكمية اللي انت حباها. انا جايبة هنا حوالي 2 كيلو، وعندي هنا معلقتين عصفر على حبة البركة ومعلقتين سكر، وعندي هنا كوباية ليمون عصرها اهو عصير ليمون، وعندي هنا ملح، وعندي حوالي نص كيلو فلفل. انتي بقى لو مش حابه سبايسي ده براحتك، بس هو كل ما يبقى سبايسي بيبقى جميل جدا. قسمتهم على 2. فرمت الاحمر في قلب الكبه وحطيت عليه ربع راس توم. عايزه تكتري التوم براحتك، انا حاطه ربع. وعندي هنا ورق لورا، وعندي ليمون سلايس اهو مقطعاه كده، وعندي بصي بقى الجزر ده بتاعك انتي. انا جايبه حوالي نص كيلو جزر بشرته، وجبت كرفس يعني حزمتين كده وقطعت. انا باخد الورق بس ما باخدش السيقان. وعندي هنا ميه مغليه اللي هي هنعمل فيها التخليل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط بقى على الزيتون بتاعنا الفلفل ده كده اهو اللي انا هرساه في الكبه، وحط عليه الثوم. اوكي، وهنزل بالكرفس والجزر بتاعي اهو برضو. صدقوني بيبقى لذيذ جدا وما شاء الله بيقعد معانا فتره طويله جدا. وهحط الشرايح الليمون بتاعنا اللي هو السلايس والفلفل كده، وهنقلب كل المكونات دي كلها على بعض. خلاص اهو بصوا كله اندمج مع بعضه. الطريقه دي جميله جدا وبتسهل علينا، بدل ما نفضل كل شويه نرص ورقات وكده. لا، الطريقه ديت سهله جدا. وبصوا بقى مش قادره اقول لكم على الريحه، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك يا رب. حلوه جدا جدا ولسه ما خليناش يعني ريحته اهي ابتدت تطلع حلوه جدا. كله اندمج مع بعضه. طبعا انا هنخلله لازم يكون البرطمان بتاعنا ازاز، احسن وافضل من البلاستيك 100,000 مره. طبعا انا البرطمان بتاعي دوت انا غسلاه كويس جدا ومعقماه ومفهوش ولا نقطه ميه. ده اول شرط من شروط النجاح الزيتون بتاعنا. هبتدي بقى ان انا اعبيه كده. حبايبي انا عبيت ما شاء الله دول حوالي 2 كيلو. اخدوا مني برطمان كبير اهو وبرطمان صغير اهو. يعني مثلا نقول مثلا ده نص كيلو تقريبا وده تقريبا كيلو ونص اهو. وانتي بقى يعني بتعبي لازم تروحي ضغط عليه كده علشان تفرغي الهواء من الزيتون اهو. تكبسيه كده وبكده ضمننا ان احنا ضغطنا مفيش ولا
هوا ولا اي حاجة علشان ما يعفنش معاكي، عشان لسه هيقعد معاكي ما شاء الله فترة طويلة اهو. وبعدين هبتدي بقى، فاكرين الليمون اللي احنا عصرناه مع بعض ده القشر بتاعه اهو، لما بيتخلل برضو بيبقى طعمه حلو جدا. هنحاول ان احنا يعني نحطه كده، نرصه كده. ده اولا مش هيبقى فيه تعفن في البرطمان بتاعك، يعني المخلل بتاعك ان شاء الله مش هيبقى فيه عفونة ولا حاجة، وبالعكس كمان هيحافظ لك على المخلل بتاعك اهو. هنحط كده، نحاول برضو ونضغط كده بالشكل ده كده اهو. نعمل بقى ايه المحلول اللي احنا هنحطه في المخلل بتاعنا. دول معلقتين سكر، اوكي. لو معلقه كده هيبقى معلقه من دي، لو معلقه صغيره هيبقى معلقتين. وهننزل بالعصفر وحبه البركه، وهحط عليهم الملح الصخري بتاعي، بيبقى افضل من الملح الناعم. لكل كوبايه بنحط معلقه هرميه زي كده، ونقلب الخلطه الجميله بتاعتنا دي كده. بصوا حبايبي، عصير الليمون بتاعي هبتدي انزل بيه كده اهو على البرطمان بتاعي اهو، اوكي. وبعدين هنبتدي بقى ننزل بالمحلول الملحي بتاعنا اللي احنا عملناه اهو، زي ما انتوا شايفين. بصوا تبارك الرحمن ما شاء الله اهو كده. وهنا برضو خلاص اهو بقى جاهز معانا. هنحط بقى السكر اللي احنا حطيناه ده مادة حافظة، هنحط كمان ورقتين كده لوري كده اهو. وبعدين هنروح حاطين زيت زيتون او زيت عندك عادي كده اهو. يبقى كده علشان خاطر المخلل بتاعي ما يعفنش. هعيد عليكم تاني، معلش التكرار بيعلم الشطار. احنا السكر اللي احنا حطيناه دي مادة حافظة، واللورا كمان هيبقى مادة حافظة، وشوية الزيت اللي احنا حطيناهم دول. ودايما يعني البرطمان بتاعكم حطوا تحتيه طبق، علشان هو اصلا المخلل عندي بيفور، عشان بس ما يبهدلكوش الدنيا. وبعدين هبتدي بقى اروح مغطياه اهو. اي بقى استرتش راب اهو او كيس، اوكي. لازم تقفليه كده ونحكم الهواء، علشان لو دخله هواء هبص تلاقيه عفن منك. وبعدين نروح قافلين على البرطمان بتاعنا كده بالشكل اللي انتوا شايفين ده كده اهو. شايفين ما شاء الله ده شكله النهائي. بصوا شايفين جماله، شايفين حلاوته اهو. وادي كانت وصفتي النهارده، ان شاء الله تجربوها وتعملوها حلوه جدا جدا جدا. اهم حاجه اتبعوا الخطوات كويس جدا زي ما انا ما قلت لكم، وان شاء الله هيقعد معاكم باذن الله اكتر من سنه. ده يعني وصفتي المعتاده على طول اللي انا بعملها كل سنه. تبارك الرحمن اهو، حاجه كده فوق الخيال. يبقى تاني هعيد تاني المره الثالثه، المعلقه السكر اللي احنا بنحطها دي ماده حافظه، وبتحافظ لي كمان على الزيتون بتاعي، بيبقى يعني وانتوا بتاكلوه كده تبقى فيه قرشه حلوه. دي حاجه. الحاجه التانيه اني انا لا دقيته ولا شرطته ولا اي حاجه، اعملوه بالطريقه دي خطير جدا. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش من دعواتكم الحلوه، وان شاء الله نفتحه مع بعض لو كان لينا عمر في رمضان وندوقه ونشوفه مع بعض. باي باي.